وليش حكى حس هذا الحكي؟ وهل هو تهجم؟ لا طبعا، لان اني انسان مربيني هن 17 مره، وانا متربي 2017 مره متربي. البنت سبتني وغلطت علي وقارنتني، يعني ما اريد اقول لك بيش، بدون ذنب. انا لا جايبها ولا شيء، وقبل يوم انا مسلم عليها وملتقيني بحفله، فسبتني بدون ذنب. فانا طلعت وضحت بالفيديو انه انت يابا ترى سبيتيني، لكن انا التصميم اللي طلع انا غير مسؤول عنه، ولا عارفه ليش صمم اصلا المصمم، وهذا المصمم ما يدري يشتغل عندي. فاحنا بما انه احنا متربين، فانا مستحيل اغلط بشرف بنت، وانا رجال صاحب غيره وعندي عرض وعندي شرف، فمستحيل اغلط بشرف احد، ومستحيل اتقرب على بنت او اذي بنت مهما كانت. فانا بالنسبه لي لا اريد اعتذار، لا تعتذري لي ولا اعتذر لك، الله يوفقك بحياتك والله يرزقك والله يهنيك. اما بالنسبه انه واحد يسب شرف بنيه ويغلط على بنيه، لا ما نسمحها. ومو بسبب الجنسيه، لا مو بسبب الجنسيه، مو لان عراقيه، لا ما دخل. انا بالنسبه لي ما عندي شيء اسمه عراقي واسمه كويتي واسمه سعودي، انا عندي بالنسبه شيء اسمه عربي. فما طولها عربي احنا ما علينا بها، لا نسب شرفها ولا علينا بها ولا كل شيء، وكل من حر بتصرفاته وكل من ينجاز هو نفسه. انتي ومصممين، المصممين اللي نشرم عليك انا ما دخلني بيهم، فتري عندي شيء تفاهم وياهم، انا ما دخلني. انا بالنسبه لي كشخص صاحب لايف انا ما دخلني. ورساله اريد اوصلها للجميع، الكل واحد بالبرنامج، مشاهير داعمين. طبعا المشاهير قاموا اصلا ما يلعبون وياي بسبب انه يقول لك ما ادري بصراحه، وانا اصلا مبتعد على حتى ابتعد عن المشاكل. فبالنسبه للموجودين مشاهير داعمين اصحاب لايفات مصممين، يا جماعه الخير هوايه ناس قاعده تشوه بصورتي عن طريق التصاميم، فانا ما مسؤول عن اي تصميم يطلع. اي تصميم يطلع بالبرنامج انا غير مسؤول عنه، حتى لو مو حاط صورتي، حتى لو مو كاتب اسمي، لو مو كاتب محب حس، انا ما مسؤول عليه. محب على عيني وراسي، لكن انا ما مسؤول على تصرفاته. انا رجال عندي 20 مليون متابع، تريد نركز لك على كل واحد ينشر؟ ما اقدر اسيطر يا ابن الناس، حتى لو احط اكبر اداره اعمال ما اقدر اسيطر. فانا ما مسؤول على اي تصميم، اي تصميم يطلع انا غير مسؤول عنه. اي تصميم يطلع يسب شخص، يتجاوز على شخص، انا غير مسؤول عليه. لا حد يجيني ويقول لي جماعتك، يا اخي انا جماعتي من تقول جماعتك يعني قاعدين وياي بالغرفه، لكن دول مو جماعه، يعني هم ما قاعدين وياي بالغرفه، فكيف تقول لي جماعتك؟ انا ما مسؤول عليهم. انا رجال افتح لايف يحبوني اونسهم ويطلعون، انا ما علي باللي يسوونه التصرفات اللي يسوونها. يعني انا هسه ابسط شغله، مصممين بلانا شققوني الشقق، ما طلعت رديت، لان انا بلانا ما حكى عليه الرجال، وان شاء الله يرجع بالسلامه والله يوفقه. مصممين فلان الثاني شققوني، ما حكيت لان الشخص ما حكى علي، فانا ليش احكي؟ فانتوا اصحاب اللايفات مو تشوفون تصميم تقول لي والله حاط صورة حس والله مصممين حس والله حس قال لهم، انا ايش دخل امي بالموضوع؟ فيا جماعة الخير، من داعمين، من اصحاب لايفات، من كل شيء، اتمنى تسمعون هذا الكلام. اني غير مسؤول على اي مصمم بالبرنامج، حتى لو مو حاط صورتي، حتى لو حاط هويتي، انا غير مسؤول عليه. وانا رجال ما علي باي مخلوق بالبرنامج. فاتمنى تفهمون هذا الشيء. وادري الناس وصلت لكم صوره حس ما يستحي، حس ما ادري شنو، فهذا انتم حرين، انتم بكيفكم تريد تصدقونه ولا، هذا شيء يخصكم. لكن انا علمنا ابويا شغله، قال اذا واحد قال لك هذا الانسان مو خوش ادمي، وروح صادق هذا المو خوش ادمي، شوف الخوش ادمي لو لا. فانت اللي وصل لك فكره اللي قال لك حس مو زين، تعال تعرف عليه، شوف زين لو مو زين. حب كبير لكم، واتمنى تفهمون انه اني غير مسؤول على اي مصمم، لا حد يراسلني ولا حد يطلب مني ولا حد يقول لي هذا فلان نزل علي تعال امسحه، ما علي باي مصمم، اني ما دخلني باي مصمم. اني دول الناس محبين، يدافع ينزل، مصمم حر نفسه ينزل اللي يعجبه. فالفيديو نزلته هذا بسبب الفيديو اللي نزلته اني،
فانا الفيديو اللي نزلته حذفته بصراحه، وقفته. اما بالنسبه لي انا ما اريد اعتذار. ظلت المصممين اللي نزلوا، اللي هم المصممين اللي حاطين صوري، اللي هم يمثلون جمهوري، فذول انت وياهم تريد تعتذرين منهم ويوقفون، ما تريد تعتذرين منهم هذا شيء يخصك. يعني انا ما علي لا تدخلين بالموضوع، فانت تتحمل انت وياهم، انا ما دخلني. واتمنى تفهمون يا جماعة الخير، اتمنى تفهمون اي تصميم، هاي عدتها للمرة العاشرة، اي تصميم انا غير مسؤول عليه.